السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. معكم أميمة من قناة شهيوات أميمة أم ريتاج. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنقدم معكم وغنحضر معكم هاد الشهدة أو بريوش أو خلية النحل، كل واحد وكيف كيسميها، طريقة اللي بسيطة، مكونات اللي ابسط، بلا حليب بلا دليك، بطريقه اللي مبسطه. نتمنى تبقاو معايا الى اخر الفيديو وانا متاكده غيولي غتولي هاد الطريقه هي المعتمده عندكم. غنبدا بسم الله على بركه الله. في اناء عندي 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض. بالنسبه للدقيق اللي استعملت الدقيق العادي، قبيصه ديال الملحه، 2 ديال المعالق غير مملوئين ديال السكر سنيده، معلقه واحده ديال الخميره ديال الحلويات، والماء الدافي للعجن. هنا درت كاس واحد. بالنسبه للكاس، نفس الابار ديال الدقيق، نفس الكاس اللي عبرت به 3 الكؤوس ديال الدقيق هو نفسه اللي درت به كاس واحد ديال الماء الدافي. لا ما يكون سخون وما يكونش بارد. هنا تقريبا واحد 2 ديال المعالق في الاخير ديال الماء، باش يجمع ليا غير 2 ديال المعالق، يعني درت 4 كاس ولكن هز ليا غير 2 ديال المعالق. في الاخير هنايا ما عجنتها ما والو، زدت عليها تقريبا ملعقه غير مملوءه ديال الزبده. بالنسبه للزبده اللي استخدمت الزبده العاديه لا بريري او لا اي نوع. صافي، دخلت فيها هذيك الزبده وخليتها تخمر. بالنسبه للمده ديال الخميره، خليتها تقريبا بين 20 حتى ل 35 دقيقه. قد ما خمرات قد ما كتعطينا النتيجه اللي مزيانه. من بعد ما خمرات مباشره، هذا هو القوام ديالها. من بعد ما خمرات كتجي يعني كتدلك راسها كيف ما كنقولوا، كتخليوها ترتاح، كتولي بحال دالكينها وانتوما يعني راه والو ما مدلوكه ما والو. صافي. بالنسبه شنو غنحتاج شويه ديال الشوكولات. هنا عندي بيبي ديال الشوكولات، تقدروا تستخدموا اي نوع ديال الشوكولات، غير الشوكولات العادي تقسموه. شويه ديال الزيت باش غادا ندهن يديا باش ما تلصقش، حيت القوام ديالها راه ضروري تكون مرخوفه معكم باش تجيكم ناجحه، يعني ما تخليوهاش قاصحه، راه غتجيكم مدقصه، كونوا متاكدين. يعني قد ما كانت هكا مرخوفه قد ما كتجيكم من الداخل زوينه وهكا ما مدقساش وخفيفه من الداخل. انا غنبقى ندير نفس الطريقه، نفس العمليه. غندير لي بيبي ديال الشوكولا من الداخل وغنبقى ندير بحال كندير المسمن. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كامله ونكمل الكرات حتى هما كاملين. بالنسبه للحجم ديال الكرات، على حساب كل واحد وشنو بغى. تقدروا ديروا الحجم ديال الكرات يكونوا صغار وحتى يكونوا كبر من هكا، يعني نتوما ليكم الاختيار. صافي، انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هكا الكرات ديالي. بالنسبه لهذا المول اللي درت فيه ديال الزاج، دهنته غير بشويه ديال الزبده، غير باش ما تلصقش ليا. وصافي. بالنسبه للحجم ديالو هو متوسط، يعني ماشي من ليمون اللي كبار، غير الحجم ديالو متوسط. هنا غطيتها بواحد الطبيصيل وخليتها تقريبا 10 ديال الدقائق، لا اقل ولا اكثر. الا خليتوها اكثر غتخمر وغتشقق ليكم، حيت راها خامره في الاول. من الاحسن تخليوها 10 ديال الدقائق، لا اقل ولا اكثر. الا في الاول ما خمرتوهاش مزيان ممكن تخليوها اكثر، ولكن في الاخير الا يعني هي خامره وواجده، من الاحسن انكم ديروا غير 10 ديال الدقائق في الخميره الثانيه. نتمنى ديروا بعين الاعتبار هاد النصائح، يعني بزاف ديال الناس ما كتصدقش ليهم، يعني كتجي هكا مشقه، راه غير من الخميره، لا هي ولا من القرص، يعني غير القياس ديال الخميره، بالخصوص اذا كانوا خامرين في الاول. في الثاني ما كاينش علاش نخليوهم تخمر. دهنتها بالبيضه كامله، معها شويه ديال الحليب. وبالنسبه للدهن غندهنها غير بشويه باش ما تهبطش ليا هذيك الخميره اللي طلعت. في هذيك الاثناء فاش كنت كندهنها راني درت الفران يشعل من التحت. ضروري هكا يكون الفران سخون مزيان من التحت. بالنسبه للتزيين زينتها بشويه ديال الزنجلان ودخلتها للفرن. بالنسبه للطياب في الفرن، كطيب على عافيه اللي متوسطه، يعني الفران سخون والعافيه متوسطه، ضروري من هذه القضيه، حيت اذا كانت العافيه مجهده ما غطيبش لينا من الوسط وغتجي مدقصه. مهم انا كنحاول نعطيكم جميع النصائح ديال الشهده باش تصدق لكم. نتمنى تبقاو الى اخر الفيديو باش تعرفوا هكا هاد النصائح بالخصوص ديال الطياب ديال الشهده، راهم مهمين ومهمين بزاف، يعني كي يديروا الفرق في الطياب ديال الشهده وفي المذاق ديالها وفي الشكل وفي كل شيء. صافي. من بعد ما خرجتها هذا هو الشكل ديالها. شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي اسفنجيه كيف ما كنقولوا اولا، كتجي هكا يعني زوينه وكتجي رائعه. هنا خليتها غير شويه بردات ماشي بزاف، ودهنتها بالمربى ديال المشماش ديال الحلوى. اولا تقدروا تدهنوها بالناباج، دهنوها باي حاجه بغيتو، بشويه ديال العسل. المهم يعني كيبقى اختيار لكم. كيعطيها غير واحد اللمعه
وكتجي شويه ديال الحلاوه من الفوق، يعني صافي. هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه، كتجي زوينه، كتستحق التجربه. انا كنتمنى انكم تجربوها، انا متاكده غتنال الاعجاب ديالكم وغتولي هي المعتمده عندكم. راه كتجي زوينه بزاف وكتجي رائعه. هنا غنقطعها معكم من الداخل باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، وداك المذاق ديال الشوكولا راه كيجي زوين. انا صراحه ماشي من محبين ديال الشهده بزاف، ولكن بهاد الطريقه وبالخصوص الشوكولات فيها من الداخل كتجيني رائعه. يعني بلا شوكولات ما كنقدرش ناكلها بكل صراحه، ما كتعجبنيش الشهده بلا شوكولات، ولكن راه كيبقى الاختيار ليكم. بالنسبه للحلاوه من الداخل راه كتجي الحلاوه هي هذيك، يعني الناس ديال السكر اللي بغاو هكا يعني مازال يزيدوا نقصوا يديروا غير شويه ديال السكر ماشي مشكل، ولكن الحلاوه راه كتجي عاديه وطبيعيه. اللي بغى عاوتاني الحلاوه زايده ما عليه غير يزيد غير واحد شويه، راه الشوكولاته راه يعني كيعطيها ديك الحلاوه عاديه زوينه، الحلاوه يعني اللي ماشي باسله بزاف. صافي هذا هو الشكل ديال الشهده ديالنا من الوسط ديالها. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. انا غنخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى اللي وصل معايا حتى لهاد البارتي ديال الفيديو نتمنى يخلي لي الجيم والتعاليق ديالكم مهمين بالنسبه ليا، وبالخصوص الا جربتوا الوصفه نتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم. انا غنخليكم هنا والى فيديو اخر ان شاء الله، فيديو جديد وصفه جديده، وان شاء الله تكون دائما ناجحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.